السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله معانا فيديو هيعجبكم قوي عن طريقة تطبيق البروتين على الشعر. الشعر اللي معانا النهاردة شعر افريقي، وكان الشعر كان تالف جدا وكان مقصف جدا، كان متأثر جدا بفرد قديم كان يعني هالك الشعراية قوي. هنشوف ايه الطريقة وايه التكات اللي احنا بنعملها في شغلنا عشان تطلعي بالفردة واللمعة الحلوة ديت اللي كلنا بنتمناها في شعرنا. طبعا لما جات لي العميلة وشفت شكل شعرها بالمنظر دوت، بفكر اول حاجة في مادة تكون احماضها، انا عايزة احماض عالية بحيث ان هي تفرد لي الشعر فردة حلوة، وفي نفس الوقت انا عايزة مادة تكون مرطباتها عالية عشان ترطب لي الشعر كويس. فكرت النهاردة في مادة الكافيار، كانت مادة عجباني قوي، ترطيبها عالي قوي وفردتها حلوة. اهم حاجة لما بيجيلك الشعر طبعا بتبقي مخليه العميلة تجهز الشعر قبل ما تيجي بفترة، بتبقى بتبطل اي دهان خالص في شعرها، بتبدأ تغسله كذا يوم بشامبو كلير الازرق بحيث ان هي تتخلص من اي دهون في شعرها. ولما بتيجي بتأكدي على الغسل دوت، على غسيل الشعر دوت، وبعد كده بتبدأي توزعي المادة على الشعر، وتحاولي ان انتي ما تجيبيهاش على الجذور. طبعا انا بسيب المادة على الشعر على حسب حالة الشعر نفسه، يعني شعر زي كده بسيبه من ساعة ونص لساعتين. وبعد كده انا بحب قوي تكت ان انا اشطف الشعر. طبعا انا هنا مع ان الشعر افريقي انا ما كنتش ان هو يتفرد معايا، بالعكس انا شطفته شطف كامل عشان تبقى المادة خفيفة على الشعر وعشان يديني نتيجة حلوة في الاخر والشعر تبقى لمعته حلوة معايا. الخطوة دي مهمة قوي ان انت تنشفي الشعر 100% خالص، بحيث ان انت وانت بتكوي ما تسمعيش اي طشة في المكوى خالص. كل الحاجات الصغيرة دي بتفرق معاكي جدا في النتيجة الاخرانية اللي انت بتوصلي لها يعني. انا خلاص نشفنا الشعر 100%، وببدأ بقسم الشعر. انا بقسم الشعر التلت اللي قدام او القصة مثلا بالجناب بقسمها لوحدها، والجزء اللي ورا في الشعر بقسمه لوحده على حسب حالة الشعر برضو، لا اما اقسمه نصين لا اما هشتغل عليه كل مرة واحدة. دي بتبقى في ايدك انت وانت شغالة، بتشوفي ايه اللي بيريحك. الحالة دي كان الشعر صعب شوية قدامي، وكان يعني كان من الجلسات اللي هي كانت جلسة تقيلة شوية، فده انا كنت قررت معاه كده حاجة كده ان انا هعملها، ان انا هبدأ الشعر من قدام، هبدأ من التلت اللي قدام زي ما انتوا شايفين كده. بدأت من الجناب والقصة الاول. حسيت ان الشعر متعب قوي، الشعر تقيل جدا وتالف جدا ويعني حالته او طبيعة الشعراية يعني قاسية قوي، فحسيت ان هي متعبة قوي. فحبيت قوي ان انا ابدأ بالجزء اللي قدام بحيث ان انا اكون لسه يعني مصحصحاله كده ومركزة فيه، وهاخد خصلة رفيعة معايا بحيث ما اجيش على الجزء اللي قدام ده واحس ان انا تعبت. احنا هنا بقى خلصنا خلاص الشعر الحمد لله، خلصنا جلستنا. لون الشعر بقى تحفة، لمعة الشعر بقت تحفة، جلسة خفيفة جدا. طبعا ان احنا شطفنا المادة دي بتبقى حاجة خفيفة جدا جدا على الشعر، ولو كويتي على المادة مش تديكي اللمعة اللي انتوا شايفينها في الفيديوهات دي. اتمنى ان انا اكون فدتكم، واي حد عنده اي استفسار عن اي حاجة انا تحت امركم في التعليقات ان شاء الله.